الغده الدرقيه. شوف الغده الدرقيه دي منتشره جدا وملهاش اسباب معينه. بس لما بيحصل فيها مشكله في الغده الدرقيه بتسبب ضعف معدل الحرق. تمام. بتلاقي الحرق بتاع الجسم بيبتدي ان هو يقل. تمام. او الحاجه الثانيه ان معدل الحرق يبقى زياده. لو معدل الحرق قليل ده بيؤدي لزياده الوزن، معدل الحرق زياده ده بيخلي فيه نحافه. تمام. طيب ازاي نقدر ان احنا نعدل الموضوع دوت؟ ايوه. طيب انا هبعد خالص عن الغده الدرقيه. تمام كده؟ تمام. في حاجه جوه الجسم اسمها كيتونز باديز اللي هي اجسام كيتونيه. اوكي. الكبسوله بتاعت بايوكيتو بتبتدي انها تزود الاجسام الكيتونيه دي. الاجسام الكيتونيه دي ربنا خلقها في كل جسم بشري، موجوده في اي جسم بشري. بتبتدي انها تخش على الخلايا الدهنيه تكسرها. فبالتالي انا فتحت النهارده باب جديد لكل مريض عنده الغده الدرقيه وعايز يخس، ان هو يقدر ياخد كبسولات بايوكيتو يخس عن طريق الاجسام الكيتونيه اللي بتبتدي تكسر الخلايا الدهنيه، بعيد تماما عن الغده الدرقيه. فده باب جديد وامل جديد لكل مريض عنده الغده وعايز يخس. ده هايل جدا.